السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ظهور حقيقة، مواجهات، مكالمات هتنتصر علشان انت نيتك صافية، والحية الخبيثة اللي معاك على طول هي اللي خربت الدنيا، اللي دايما مرافقاك، دايما رايحة جاي معاك، رايح فين جاي منين، عارفة عنك كل حاجة، دمرت حياتك. حقيقتها هتبان لانها منعت فرحتك واستكترت عليك الخير اللي ربنا بيبعتهولك. هتلجأ لشخص معين، الشخص ده انت خسرته زمان بسبب الحية دي برضو وخليتكوا تبعدوا عن بعض. انت كسبت حاجات كتير جدا، الناس اللي حواليك عينيهم فيها، بيحسدوك عليها، بياكلوا من خيرك ويطلعوا يتكلموا عليك. المهم انك تفوض امرك لله، استعين بالله، حاول انك ما تظلمش حد الا لما تسمع منه الاول، لان في افكار وهواجس بتيجي لما الواحد يكون زعلان، بس بعد ما بيعرف الحقيقة بيزعل انه ظلم اللي قدامه، وما حاولش انه يصدقه او يقتنع بكلامه. حاول تغير من وضعك، هتلاقي اللي جاي احسن. في ناس طمعانة فيك بيقربوا منك عشان مصلحته. كمان الغريب قبل القريب، في عندك حاجة ممكن تحصل، ممكن تقطع صلة رحمك، بس ربنا ما بيرضاش بكده. مهما كان صلة الرحم عندك اهم حاجة لازم تمشي عليها، لان الظلم وحش. هتبدأ تتحكم في عواطفك، سواء في ارتباط او في بيع او شراء. عندك فرص عمل، تغيير، دخلت في قرارات هتحلها وان شاء الله خير. في ظهور حقيقة، عندك انفراجات قوية، في حد هيجيب لك شغل معين، وضعك هيبقى احسن من كده، لان ربنا هيجيب لك حقك من ناس ضروك واذوك، دمروا حياتك، كانوا شايفين ان الخير اللي ربنا بيبعتهولك ده كتير عليك، مستخسرينه فيك، عاوزينك تبقى دايما في النازل. كمان في انتصار، فرحة كبيرة، هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق اوراق مهمة جدا. حد هزاك، بس الورقة دي هي اللي هتحل مشكلتك. وضع جديد وهتنتصر فيه، شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك، بس انت هتدي ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر ونيتك صافية. الشخص ده أساء ليك، خلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، بس بس في خير، فرحة، أيام جميلة. كان في حد غدر بيك وانت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده، ممكن يبقى الشريك او حد عزيز على قلبك. ان شاء الله حياتك هتتغير وربنا هيجعل لك الخير وهينصرك عليهم. في حد طعنك في قلبك ومخليك تعبان جدا، حالتك النفسية وحشة جدا، ده بسبب ان العلاقة فيها طرف تالت من الناحيتين. المهم في طرف تالت، هتبدأ في تغييرات، هتغير من نفسك عشان تطلع انت الأحسن. الشخص ده ظهر على حقيقته، أوضاع كتيرة بينته على حقيقته، لأن الشخص ده كان طمعان فيك، طمعان في المال أو أي حاجة تانية. المهم هو مش حب ومش بيحبك لذاتك، لأ ده حب مصلحة، لأنه قرب منك عشان ياخد مصلحته بس ويهرب منك. بعد كده هيجيلك حالة نفسية طبعا، لأن انت اديته الأمان، بس انت هتقعد مع نفسك وتفكر ازاي هتاخد حقك وهتنتصر عليه. انت ربنا بيحبك، لان ربنا لما بيحب حد بيكشف الناس اللي حواليه نواياهم عامله ازاي. انت احمد ربنا انه كشف لك الناس دي على حقيقته. كمان نوايا الخير هي اللي هتكون معاك، حياتك فيها تغيير علشان هتنتصر على اللي اذوك وجرحوك. خلي بالك في حد معين مش سايبك في حالك، عمال يتجسس عليك، عايز يعرف اخبارك، بيسأل الناس اللي حواليك على اخبارك. وخد بالك لانه مسلط عليك ناس معينة، دايما لو خدت بالك بيتصلوا عليك بيعرفوا اخبارك عشان يعرفوا الاخبار ويروحوا يوصلوها. المهم الشخص ده هو شخص ندمان ان انت بعدت عنه، ندمان ندم كبير على انه غلط في حقك وعلى الاذية اللي سببها لك، لقى نفسه كان غلطان لما استغلك. العلاقة دي انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك، هيكون في اعتذار، يا ترى انت هتقبل ولا لا؟ دي حريتك، حريتك انت، متخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش.
مرة تانية حاول تشوف انت هتسامحه ولا لأ. خلي بالك في حاجة بتتلون على كل لون، هي دي السبب في تغيير الشريك وانه يعرف حد تاني غيرك، ودي برضه سبب في الخداع اللي حصل. بس انت داخل على مرحلة من مواجهات، لان الحقيقة دي كلامها كتير وبتاخد من هنا تحط هنا. انت هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة كويسة جدا، هتدخل على فترة قرارات فيها هتبقى قراراتك سليمة، هتدي لنفسك دافع انك تحدد هدفك، هتتحدى كل الناس اللي حواليك، عندك طاقة حيوية نشاط بعد الكسل والخمول. والأمور اللي كانت مليانة ضغوطات وصعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة دي، لأ كل ده هينتهي، هيكون عندك طاقة حلوة، طاقتك هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي، ممكن يكون لتحسين المعيشة بإذن الله. ربنا يعوضك، هيكون في نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. حاول بس تدرس امورك، ولو في حاجة صعبة اتخطاها عشان ما تأثرش عليك. في فرحة قوية وسفر، بس ياريت تبطل تفكير وقلق، بتحاول تخرج من الحاجات اللي مأثرة عليك ومسيطرة على حياتك، دايما مخليك تعبان، بتحاول تكون مستقر بس في شوية مشاكل مأثرة عليك، بتسهر وتفكر كتير، ممكن بسبب الحب أو بسبب الشغل بتفكر وبتسهر كتير كمان، ممكن يكون بسبب تفكيرك ان في حد اتكلم عليك والكلام بيوصلك، بس بيوصلك بطريقة وحشة، وعشان كده انت زعلان جدا من اللي بيحصل. لكن حاول توازن امورك، هتاخد قرارات كويسة. انت متأثر بشكل كبير جدا، حاجة تعباك جرحاك، بتفكر في الماضي، بلاش تفكير في الوقت ده، لان الفترة اللي جاية بإذن الله حظك هيدعمك. انت زعلان جدا لان الناس اللي حواليك ظهروا وقناع القسوة هما اللي بيستعملوه، هيشيلوا القناع ده وهتعرف ان اقرب الاشخاص ليك هما اللي وحشين معاك. ان شاء الله الايام اللي جايه مليانه مفاجآت وتغييرات، احداث جديده، فرحه، هيجيلك اخبار سعيده. الايام اللي جايه تبقى خير وحب باذن الله، فرحه بتستناها. ابشر لان كرم ربنا سبحانه وتعالى بالامان بعد الخوف والضيق، هتنال رفعه قويه علو شأن، هينشرح صدرك، هتفرح بالبشرى باذن الله تعالى. حقك هيجيلك، الناس اللي ظلمتك هتاخد حقك منهم، والناس اللي كانت فاكره ان انت وحش لا هيعرفوا ان انت احسن واحد فيهم. ما تسمحش للاحباط انه يسيطر عليك، حاول انك تتمسك بالامل لغايه اخر نفس، باذن الله هتحقق احلامك واهدافك لانك مؤهل لكده. بالرغم انك حنين بس في شويه مشاكل انت مش عارف تحلها، بتكون قادر انك تحل مشاكل الناس كلها، تيجي عند مشاكلك انت ما بتقدرش تحلها. كل ده بسبب الحسد، بسبب العين، بسبب الناس اللي حواليك ما مش بيحبوا لك الخير، مع ان انت مش بتعمل لهم حاجه. سبحان الله، في ناس كده. بس انت بالرغم من المشاكل الكتير اللي بتمر بيها دي هتتحكم فيها، ربنا يرزقك بدل تعبك، هيراضيك على كل اللي مريت بيه. شخصيتك ايجابيه جدا، بتقدر تشيل المسؤوليه، بتقف في اي حاجه صعبه بتحلها، بس ما بتحبش حد يتحكم فيك باي شكل من الاشكال. شخصيه كتومه جدا، قليل لما بيتكلموا مع حد عن حياتهم الشخصيه. تحس بتحب الخروج، بتحب السفر، مغامرات جديدة، بتهتم بأهلك كويس جدا، بتحرص على انهم ينظموا وقتهم وأولوياتهم دايما. اليوم مناسب جدا عشان تروح تصالحهم وتتكلم معاهم وتنهي الخلافات اللي بينكم، لان انت ساعات بتبقى عصبي ومتوتر معاهم، خلي بالك مينفعش تتعامل معاهم بشكل سلبي. شخصيتك بتمتلك طاقة عالية، فهي النشاط بيعكس ردود أفعال. بس انت لازم تغير من نفسك، حب الحياة، حب الانطلاق لأي هدف. شخصية بتحب تتقدم لقدام طول الوقت، شغلك وهوايتك المفضلة عموما، بتفرح جدا لما بتنجح، خليك إيجابي ناحية تطلعاتك العملية، واوعى تتشائم لو اتصدمت في أي حد أو اتحطيت في أي موقف مؤذي، ما تركزش على الغلط، بص لقدام عشان تحقق أي حاجة انت عايزها وأي حاجة انت بتتمناها. كمان مشاكلك في الشغل ما بتخلص، لأنك أغلب الأوقات بتركز على الأسئلة والتفاصيل، وده بيخلي المشاكل تزيد.
امنع المشاكل دي، لانك الايام اللي جايه باذن الله تعالى على موعد مع مفاجآت كتيره. وكمان انت مهمل في صحتك الايام دي، حاول انك تعمل فحوصات وتحاليل شامله عشان تطمن على صحتك، لانك بتحس بالتعب والارهاق ووجع الظهر كتير الايام دي. اوعى تجازف بصحتك ولازم تروح لدكتور. شخصيتك بتمتلك طاقة عالية جدا، بتحب الحياة، بتحب الفرح، بتحب الاستقرار، بتحب العيشة كويسة. ان شاء الله ربنا هيرزقك بدل تعبك ده وهيرضيك على كل اللي مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب، وربنا بإذن الله تعالى هيحل لك كل مشاكلك، لان انت بتفكر بشكل كبير جدا عشان توصل لحل المشاكل دي، وانك تحقق احلامك وطموحاتك، لان دي اهم حاجة في حياتك. مخلص جدا في شغلك، حكمتك وعقلك بيساعدك على تحقيق اي حاجة انت عاوزها.